يواصل مستقبل الناخب الوطني وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم إثارة نقاش واسع داخل الأوساط الكروية الوطنية في ظل حالة الغموض التي أعقبت إخفاق المنتخب المغربي في التتويج بلقب كأس إفريقيا للأمم رغم خوضه المنافسة على أرضه وبين جماهيره. وفشل أسود الأطلس في استعادة لقب الكان الغائب عن خزائن الكرة المغربية منذ نسخة سنة 1976 بعد الهزيمة أمام المنتخب السنغالي الذي توج باللقب عقب فوزه بهدف دون رد في مباراة قوية حافلة بالندية خيبت آمال الجماهير المغربية التي كانت تعلق آمالا كبيرة على هذا الجيل. وأعاد هذا الفشل فتح باب التساؤلات حول اختيارات وليد الركراكي التقنية وتدبيره للمباريات الحاسمة، خاصة في ظل الإمكانيات البشرية المهمة التي يتوفر عليها المنتخب الوطني والظروف التي تم توفيرها، والانتظارات المرتفعة التي رافقت المشاركة القارية بالمغرب بعد الإنجاز التاريخي في مونديال قطر. غير أن الفشل في التتويج خيب الآمال، ما وضع مستقبل الركراكي مع الأسود على المحك. في نظرك هل تريد استمرار الركراكي على رأس العارضة الفنية للمنتخب المغربي أم أنت مع استبداله؟